سلطة الطحينة أو طحينة المشويات هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا في مطبخ أميرة ومروة. المقادير: نص كوباية طحينة، ومعانا هنا البهارات فلفل وشطة وملح وكمون، ومعانا 4 معالق خل هتديها مزازة لطيفة كده ومش هتبقى باينة قوي في الطعم، ومعانا كوباية مية عادية مش دافية ولا سخنة ولا مغلية ولا أي حاجة من الحاجات دي. هننزل الطحينة. وعايزة اقول ان سلطة الطحينة دي بتبقى جميلة جدا وفعلا تجنن مع سندوتشات الشاورما او السجق او الكبدة او الفراخ المشوية واللحمة المشوية، فعلا بتبقى اساسية جدا معاها، والاكلة ما بتكملش غير بيها، وتقدري تحطيها في برطمانات وتشيليها. ننزل بالخل، عبارة عن 4 معالق كبار خل، ما تكتريش عن كده عشان ده مناسب جدا لنص كوباية الطحينة. البهارات بتاعتنا عبارة عن نص معلقة من كل حاجة، والملح هتظبطيه على حسب اللي يناسبك وعلى حسب استطعامك للحاجة. هنقلبهم كويس جدا لحد ما نلاقيها تقلت ووصلت لقوام العجينة كده شوية. بعد كده هننزل بالمية سنة سنة، وده اهم حاجة عشان تقدري تتحكمي في قوام الطحينة بتاعتك، اذا كان عايزاها خفيفة او تقيلة فدي حاجة ترجعلك، فانتي هتقدري تتحكمي فيها من خلال المية. والقوام ده انا بالنسبة لي شايفاه كويس جدا، خفيف ما بين الخفيف والتقيل كده، فبيبقى تحفة. او القوام اللي قدامكوا ده يعني انا شايفاه مثالي بالنسبة لي للطحينة. بس كده هنا حطيناها في طبق التقديم وبالهنا والشفا.